وصلنا لواحد الزمن كتبغي دير فيه الخير وكتخاف. قصة كتقطع القلب. هاد الشاب اللي كتشوفوا قدامكم سميتو أشرف، من أطيب خلق الله. عنده 24 سنة ومعروف منطقة ليساسفا بالدار البيضاء. درويش وخدام على راسو، يلاه تزوج وفرح بمولوده الجديد. كان باغي يعيش حياته في الهناء والراحة والستر، ولكن مع الأسف حياته تقلبات رأسا على عقب. كل شيء تبدل بسبب أنه كان باغي يديرها الخير. أشرف كيحكي القصة ديالو وعينيه مغرغرين بالدموع. كان شاد طريقه بالدراجة النارية ديالو حتى شير ليه واحد الشخص ما كيعرفوش. ملي وقف ليه طلب منه يوصلو ويدير ليه ليسانس. أشرف بالطيبوبة ديالو وقلبه الأبيض ونيته الزوينة ما ترددش، وقال ليه مرحبا، نطلع نوصلك في سبيل الله. المهم هما غادين في الطريق، بدا داك الشخص كيهضر معاه وكيسول فيه باش يكسب الثقة ديالو، وكيبان بحال شي واحد عادي وباغي غير يوصل. حتى وصلوا لواحد بلاصة خاوية، هو يجبد آلة حادة زيزوار وضربوا ضربة قاصحة في وجهه. أشرف تصدم، ما فهمش شنو واقع. حيد كونتاك من الموتور حتى عاود خسر ليه وجهه عاوتاني بالضربة الثانية والثالثة، ومعها التهديد. بالخلعة ديال أشرف طاحوا بجوج من الموتور، ولكن أشرف ما استسلمش ليه، تشبت بالموتور ديالو وقاوم بكل ما عنده. والسارق تابعه باش يحيد ليه كونتاك، وهنا أشرف بدا يدافع على راسو. وبالصدفة كانوا دايزين البوليس في الوقت المناسب وشدوا داك الشخفار قبل ما يهرب. أشرف كيقول أنا حسيت بالشمتة وبقى فيا الحال، حيت درت فيها الخير وهو ما حنش فيا. ضربني 3 ضربات خايبين وغارقين بزاف، خيطوهم ليا من الداخل ومن برا. عطاوني الألم والصداع نعاس ما شفتوش، ودابا ولات عنده صدمة وكيخاف يخرج للزنقة حيت نظرة الناس ولات كتقلقه. وكيقول خرج لي على خدمتي ومستقبلي، كون ما جاوش الآمن في ديك اللحظة كون قتلني. أخونا أشرف محتاج لينا كاملين. بغيتكم ديروا يديكم معانا في هذا المنشور، الله يرحم لكم الوالدين. توصل شي طبيب التجميل ولا القلوب الرحيمة والمحسنين، نعتقوا هذا الشاب، راه باقي غير صغير وعنده أسرة خدام عليها. البارطاج الخوت توصل كل شيء، وخليوا ليه شي دعوة ديال الخير يشوفها تفاجيها عليه. هاد الزمن ولا صعيب دير فيه الخير وتثق في شي شخص ما كتعرفوش. الله معاك، والله يدير لك شي تأويل ديال الخير أخويا أشرف. للمساعدة 06 45 22 53 22.